السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات الجمجمة في الملعب مع اخواتنا، وما تنسوش دعمكم لينا لايك وسبسكرايب وشير وكل حاجة ممكن تحصل في الفيديو مع كابتن حمودة نجم نجوم السباحة في مصر، وسعدون عبدون الكواري النجم الكبير، وعودة حميدة الكابتن سعدون. وهنتكلم النهارده عن حاجات كتيره جدا 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 جدا، واول حاجه هنتكلم فيها النهارده الاهلي في كاس العالم يا شباب، وحاجه بشرة خير. هنلاعب اوكلاند سيتي، فريق في المتناول، ولا كبير ولا صغير، فريق في المتناول. اعتقد ان انت سهل جدا ان انت تعدي اوكلاند سيتي اول ماتش، وبعدين هتقابل اللي هيكسب. هيقابل مين؟ هيقابل سياتل الامريكي، فريق برضو يعني مش سهل، فريق برضو رخم. لعب الامريكي طريقه الامريكيه طريقه رخمه جدا، مش متعودين عليها. الفكره اللي احنا مش متعودين عليها، مش متعودين تواجه الاسلوب ده من اللعب. وان شاء الله اللي هيكسب هيقابل الريال مدريد النادي الملكي، وهيبقى نادي القرن بيلعب نادي القرن، نادي القرن الافريقي بيلعب نادي القرن الاوروبي، وهيبقى ماتش طبعا كلنا بنتمناه وكلنا مستنيينه. ايه رايك في الماتش ده يا كابتن حمود؟ باذن الله باذن الله الاهلي هيعملها تاني مره على الريال وهيكسب ان شاء الله. يعني ماتش بالنسبه لماتش اوكلاند سيتي زي ما انت قلت هو في المتناول، والاهلي يعني قادر اللي هو يتخطى الماتش ده. يعني احنا هنشوف ان شاء الله خير. والفريق الامريكي انا يعني مش خايف منه، عادي يعني الاهلي قدها ويقدر يعمل اي حاجه. ان شاء الله خير. ايه رايك يا كابتن عبده في كاس العالم والقرعه وتودينا فين؟ ان شاء الله يعني الاهلي هيقدم بطوله كويسه جدا باذن الله يعني، والاهلي عمره ما خذلنا في كاس العالم يعني، وباذن الله يعني اتمنى للاهلي فوز مستحق باذن الله على كل من يواجهه في كاس العالم. فوز ساحق طبعا باذن الله، ان شاء الله فوز ساحق. والناحيه الثانيه وان شاء الله يعني مش هتبقى برونزيه، ان شاء الله هتبقى ذهبيه اتمنى، بس ده من النادر قوي، بس ان شاء الله هنقدم كاس يعني الحمد لله. وفي المقابل هنقابل الوداد، هيقابل الهلال السعودي، والفايز هيلاعب فلامينجو البرازيلي، فريق رخم جدا جدا يعني، ارخم من فلامينجو قدم مباراه قويه جدا جدا 2019 قدام ليفربول في النهائي، وكان يستحق الفوز. وبرضه ان شاء الله يعني النهائي الاهلي موجود في النهائي، مش موجود في النهائي ان شاء الله نلعب على الثالث والرابع والبرونزيه كالعاده، بس ان شاء الله ناخد حاجه جديده يعني نعدي. والاهلي سالك، الاهلي بسم الله ما شاء الله الحمد لله احنا سالكين وهو سالك. الصعود ده بالنيه، الحمد لله، صعدنا بالنيه، ما خدناش افريقيا بس رحنا كاس عالم، ده حاجه بقى تثبت لك ايه يعني. خليك كده بلاش كده، سلك اللي جوه بس. كابتن حمودة عندك ايه النهارده؟ بالنسبه لاصابات النادي الاهلي، الاصابات كتير عندك. اولها امبارح كابتن ياسر ابراهيم والضمه، هياخد يعني ما بين اسبوع ل 10 ايام راحه، يعني مش عارفين لسه هيلحق ماتش الزمالك ولا لا. هو كده كده خارج حسابات كولر بالنسبه لماتش سموحه في الكاس. وعندك الاهلي كولر طلب تجهيز طاهر محمد طاهر وبيرس تاو عشان يقدروا يلحقوا ماتش الزمالك، بس يعني نسبتهم برضو مش قويه جدا. وعبد المنعم ان شاء الله هيكون خط الدفاع قدام ازمه كبيره، ازمه كبيره، وهيلعب جنب رامي ربيعه. ازمه بجد، ازمه الدفاع ان انت مش عارف تلعب بمين، بتجهز واحد عشان يلحق ماتش زي ماتش القمه ده، ورامي ربيعه اللي هو اصلا المدير الفني مش مقتنع بيه تماما وعايز يمشيه هو ايمن اشرف، هيلعب اساسي الماتش الجاي، فانت فيش في ازمه. وهيجرب محمد هاني برضه. تطورت الازمات بسبب الحكم. انا عايز اعرف، واحد بيكلمك يعني انت متعمد ولا بتحاول يعني تهد جدار دفاعنا؟ ما ده حاجه مش طبيعيه. هو حكم مش طبيعي، ما ده حاجه مش طبيعيه، هو حكم فعلا. ويا عم قفشه، يا عم قفشه، اجيب لك خليل بلوشي يقول لك طالت بره. في يا عم قفشه، في يا عم قفشه، الدنيا سهله يا عم قفشه، وقسما بالله الدنيا سهله. في ايه؟ ده يعني حسين الشحات يعني ما مش متوقع ان انت تباصي اساسا، يعني هو جون يا عمي، جون يا عمي. انا كنت غايب الحلقه دي، الحاجات دي انا معبيها من امبارح، ظروف شغلي غيبتني امبارح، بس الكلام ده انا بوجهه تاني. في ايه يا قفشه؟ في ايه؟ ما كانش امي خلاص اترمى. عندك ايه برشلونه النهارده الزيوت؟ عندك برشلونه ماتش القمه يوم الاحد، بعيد عن ماتش القمه، بعيد عن ماتش نار. القمه، كما قال امير القلوب محمد ابو تريكه لتشافي كلمه واحده: اصحابك بتغرقك. ليه؟ انت كنت بادئ بنص ملعب ممتاز، تمام، معاك ديونج، معاك بدري، معاك جافي، 3
حلو خط وسط. يعني ممتاز، اعمار صغيره بيمشوا كوره، في يعني استحواذ جيد على في نص ملعب لعناصر برشلونه جدا. ماسكين الشوط الاول ريال بيتيس هجمات خطيره، ليفاندوسكي هدر هجمتين وهدفين محققين جدا جدا جدا. طب انت كراجل بتشجع ريال مدريد هترد عليه تقول له ايه في موضوع نص الملعب اللي هو عنده جافي وبدري وبوسكيتس قدام؟ لا مش أمير. بوسكيتس، انا اشيل بوسكيتس احط ديونج. ديونج لان هو بيبتدي كده. عندنا خط يعني وسط، احسن خط وسط في العالم في ال10 سنين اللي فاتوا. انت بتتكلم في الامير كروس لوكا ومودريتش وتشاوميني او كامافينجا يعني او فالفيردي. انت الخمسه بيلعبوا نص ملعب. فالفيردي ده حاجه تانية. لا فالفيردي دوت حاجه كده طفره، يعني ايه هتبقى حاجه ليها قيمه فيما بعد. هو كده كده انشيلوتي ما بيلعبوش نص ملعب، بيلعبوا وينج يمين. هو بيستفاد بيه وينج يمين وبينزل في الدفاع بينزل يقفل معاه. ايوه كده هو كده قوي في الحته الدفاعيه عالي الدفاع. جدا. وما تنسوش دعمكم، دي حلقه سريعه جدا، دعمكم لايك وسبسكرايب وشير، حلقه سريعه جدا. وانتظروا تغطيه سلسله حلقات ماتش القمه اهلي وزمالك، ماتش القمه برشلونه وريال مدريد. وما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.